احمد حاتم بيسأل: انا عندي تاكسي ده مرخصش من 12 سنة، فايه الاجراءات المتبعة للترخيص؟ ولو عاوز ارخصه ملاكي ايه اللي بيتم؟ فبنقول اللوحات على العربية تمام، العربية مانهي ترخيصها بقاله فترة، وبالتالي ملزم بسداد التأمينات والضرائب وضريبة المرور والمخالفات. ده لو هترخص او هتجدد الترخيص او هتبيع العربية او هترخصها ملاكي. يبقى عشان ارخص اجدد ترخيص كتاكسي عدال او اغير الصفة الترخيصية من اجرة لملاكي او ابيع العربية، لازم اسدد الحاجات اللي عليها كلها، اللي هي ايه؟ زي ما قلنا: ضريبة المرور، التأمينات، الضرائب، المخالفات. وفي الحالة ديت بسدد كل اللي عليها واجدد الترخيص بالنسبة للأجرة لو الموديل ما عداش عليه 20 سنة. وبالنسبة لتغيير الصفة الملاكي بسلم النمرتين الأجرة مع شهادة المخالفات مع التأمينات مع الضرائب، وبفحص العربية واشوف الترخيص ملاكي. يبقى هرخص ملاكي، لازم العربية تخش لجنة فحص الأول تشوف صلاحية السيارة للترخيص ملاكي من عدمه، وكذلك البيع. يبقى علشان أجدد ترخيص كأجرة أو أغير الصفة من أجرة لملاكي أو أبيع العربية لازم أسدد المتأخرات اللي عليها الأول، اللي هي ضريبة المرور، المخالفات، التأمينات الاجتماعية، الضرائب العامة.